بنرحب بالجمهور المركز الثقافي المصري، رموز الفكر والفن والثقافة في هذه الندوة، وبنرحب بحضراتكم الأساتذة الأفاضل، الأستاذ محمود الإدريسي، هذه الهالة الفنية التي تحضرنا في المركز الثقافي المصري. يعني بنشكركم على الحضور الكريم، الحضور القيم، وبنشكر كل الأساتذة الأفاضل الذين شاركونا ويتعاونوا معنا في هذه الندوة، جمعية إيزيس للتدريب والتعليم، وكل الأساتذة الأفاضل المختصين بالفن الشوي والطاقة، طاقة المكان. يعني هو في إطار المؤتمر الوطني للبارا بسيكولوجي، هذا المؤتمر الذي عقد مؤخرا يومي 7 و8 بمدينة أزمور، وكان لنا الشرف أن نحضر فعاليات هذا الحدث الهام في مدينة أزمور. ليتشرف المركز الثقافي المصري بالرباط أن ينظم هذه الندوة طاقة المكان الفن الشوي، ونستضيف يعني نخبة من الأساتذة الأفاضل المختصين بهذا الفن وهذا العلم. بداية يعني لدينا سعادة المستشار الثقافي لدولة الصين بالمملكة المغربية، الأستاذ صخر الشي يوين، ولدينا أيضا نتشرف بحضور الدكتورة سهى عيد، رائدة الفن الشوي في مصر وفي العالم العربي. ونتشرف أيضا بحضور الأستاذة الباحثة إيجيت كورديير، وهي باحثة في حضرتك الأمور، مش كده، الجراتيتيود، أمور في الحب، وهو في يعني طاقة الحب، في طاقة الحب. وطبعا يعني بنرحب ترحيب كبير بالاستاذ الفاضل الاستاذ بوشعيب الشوفاني. يعني بنشكركم على هذا الحضور الكريم. الاستاذ بوشعيب الشوفاني يعني له كتابات متعدده في هذا المجال، منها التفسير العلمي للظواهر الخارقه. وبنشكركم ايضا على تنظيم مؤتمركم القيم. والاستاذ بوشعيب الشوفاني هو رئيس المرصد الوطني للدراسات الباراسيكولوجيه والتصوف وعلوم الطاقه البشريه. وبنرحب ايضا بالاستاذه الباحثه الاستاذه حسناء طافح، وهي ايضا متخصصه في الفن الشوي طاقه المكان. يعني الفن الشوي طاقه المكان، وهذا يعني هذا الفن وهذا العلم الذي ظهر في الصين يعني منذ آلاف السنين، وانتشر إلى كل دول العالم. يمكن طاقة المكان وهي العلاقة ما بين الإنسان وبين المكان، يعني هذه الفلسفة التي تبحث وتترجم هذا التناغم والانسجام مع الفضاء المحيط من خلال تدفقات الطاقة مع البيئة والتصالح الداخلي، تصالح النفس وما حولها من عناصر الطبيعة. طبعا يعني هذا مجال خصب، وهذا مجال له تطبيقاته العصرية الحديثة، وده اللي هنعرفه من خلال العروض التي سوف تلقى على حضراتكم بعد قليل، عروض الأساتذة الأفاضل المتخصصين من خلال التطبيقات العصرية في طاقة المكان وعلاقة الإنسان بالمكان والهالة والعلاقة الطبيعية والعلاقة البيئية، وكيف الانسجام مع المكان، ويعني التخلص من الطاقات السلبية وتحويلها إلى طاقات إيجابية. يعني احنا بنشوقكم كده لهذه المداخلات القيمة. ويمكن من أهداف هذا الفن وأهداف هذا العلم هو يعني الوصول إلى السعادة، يعني الوصول إلى الرفاهية، رفاهية الإنسان طبعا قبل كل شيء. ويمكن هنا بيحضرني إن إبيكور، وده أحد الفلاسفة اليونانيين القدامى، يعني كان له جملة مشهورة في هذا المجال، والذي يقول إن كل فلسفات العالم يعني ليست أو تكون دون جدوى إذا لم تساهم في يعني سعادة الإنسان.
يعني من خلال الفلسفة الحديثة والقديمة ومن خلال الفون شوي نتعرف أكثر والمزيد في هذا المجال من خلال الأساتذة الأفاضل. أولا يعني إحنا بنشكركم جزيلا يعني على حضوركم ومشاركتكم في هذه الندوة. ونبدأ أولا بسعادة المستشار الثقافي السيد سحر شي يوين، وسوف يحدثنا عن دور الفون شوي في الحضارة والثقافة الصينية. نبدأ من المنبع. شكرا. مساء الخير. شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة من سعادة المستشار الثقافي السيد أستاذ يحيى ومدير المركز الثقافي المصري في رباط. هذه فرصة جميلة ونادرة بالنسبة إلي، أنا كمستشار ثقافي ومدير مركز الثقافة الصيني. بالنسبة لموضوعنا اليوم الفeng shui، هذا الموضوع معروف لدى الصينيين، لكن ربما قليلا أن يعرفون عن هذا الموضوع من الشعوب في العالم وخاصة في بلدان العربية. أظن فeng shui، فeng يعني في اللغة الصينية رياح، شوي يعني ماء. هذه الكلمتين بعد إدماج أصبحت الكلمة الواحدة في الصيني، نسميه فeng shui يعني طاقة المكان، ومعناها الأساسي توازن أو طاقة توازن بين مكان وبين صاحب المكان. هذا بما أعترف. أنا لست خبيرا، لكن أهتم بهذا الموضوع. قرأت وعشت في المجتمع الصيني وقرأت بعض الكتب الصينية القديمة. في الحقيقة فeng shui هذا من الفنون الشعبية القديم في تاريخ الصين. تقريبا تاريخ ظهور هذا الفن يرجع إلى أكثر من 4000 سنة، يعني قبل 2000 سنة، يعني قبل الميلاد. ذلك الوقت في أسرة هان الصينية تقريبا، يعني تقريبا في وقت الذي تم التوحيد للمرة الأولى لإمبراطور الأول الصيني في أسرة هان. تم اكتشاف في قبور القديم الصيني البورص تدل أن المعلومات الفرنسية موجودة في ابتداء من ذلك الوقت. ومن السلاسل التاريخية الصينية هذه البورصة موجودة في تقريبا جميع المراحل التاريخ الصيني. ومن صيني خرج أو دخل هذه المعلومات إلى بلدان المجاورة للصين، مثلا سنغافورة وإندونيسيا وتايلاندا واليابان أيضا. فإضافة إلى هذه البلدان، مع دخول الجالية الصيني إلى العالم في أمريكا أيضا، السكان هناك يبدأ حاليا يهتم بهذه المعلومات أيضا. في معرفتي المحدودة بالنسبة إلي ومع تجربتنا في حياتنا يوميا،
فيمكننا أن نعتقد أن هذه المعلومات أو هذا الفن مرتبطا ارتباطا وثيقا لحياة الشعب الصيني من ناحيتين الأساس من قديم حتى اليوم. عاد في فترة الثورة الثقافية الصينية الكبرى في الستينات الماضية فقط، ولكن في سلاسل التاريخ الطويل 4000 سنة الماضي حتى اليوم هذه المعلومات تنقل جيلا بعد جيلا إلى يومنا. وأنا قلت قبل لحظة فeng shui يعني يظهر في حياتنا في نوعين، في أساسين. أول نستخدم هذا الفن في توجيه أو نبحث عن القبلة لبناء المنزل الجديد، مهما يكون في الريف أو في المدن، تقريبا مهما يكون البيت الصغير أو عمارة الشاهقة منذ قديم حتى اليوم المهندسون أو أصحاب هذه الأبنية كلهم قبل الحفرة الأولى للأساس العرض، يعني في بداية التخطيط لابد أن يركزوا على دراسة هذه العمارة ما هو الجهة. الصين تقع جغرافيا في الشمال من الخط الاستوائية من الشمال، يعني نحن في كرة الشمالية ليس جنوبية. فالصينيون أكثر اهتماما باختيار الجهة أو القبلة للبناء. معظم الصينيون يفضلون أن يختار البناء الشباك بالجهة الجنوب، ولا لا يعني يكون البيت كيف نعبر، يعني دائما الشباك لتدخل الشمس من الجنوب والباب من الشمال، حتى العمارة الشاهقة هكذا. يعني قليلا هناك الأبنية يكون طول النهار الشمس بدون دخول إلى البيت، وكل الناس زعلانة من الأبنية التي تستقبل الشمس من الشرق أو من الغرب، لا يحبون يعيشون. ولكن بيتي حاليا ليس هكذا، لأنني ليس عندي قدرة لأن أبني، لأنني اشتريت الشقة، لأن الشقة بدخول الشمس بعد ظهر من الغرب فقط. فنحن زعلانين من دخول الشمس من الغرب، لأن الشمس دخول من الغرب من الشباك بعد ظهر سيكون ساطعا والحارا وجيها ليس كويس. فأنا ما زلت زعلانا من أسكن، سوف عندما كسبت الأموال الكثيرة سوف أبيع هذا وأشتري واحدة جديدة إن شاء الله. والله هذه حقيقة. وأيضا في بعض الوزارات أو المؤسسات الكبيرة، إمارات، فنادق، أيضا يهتم بذلك، وخاصة صاحبها كله يهتم بتوجيه الأبنية. حتى
بعض الوزراء، ولكن نحن نضد من يعني مدنن لهذه الظاهرة. حتى بعض يفضل أن يبني مقر عمله في أحسن مكان. وأيضا الصينيون يفضلوا أن يدخل النور الشمس من جنوب، وأيضا دائما يختار مكان يختار المبني الأبنية في مكان دائما نقول وراء المباني، يعني خلفية المباني أكثر شيء يكون الجبل. الجبل لو هنا نريد أن يكون في جنوبها المنزل، يعني في منزل خلفية المنزل أكثر شيء يكون الجبل. هذا نسمي نعيش في حياتي وراءنا الجبل، فنستطيع أن نعيش بسعادة، ويمكننا أن نيسر شيئا ونرتقي بمنصبنا بأسرع وقت. عندنا وراءنا الخلفية يعني، وأمامنا يعني في جنوب المنزل أكثر شيء يكون سيول أو البحيرة، لأن البحيرة أو السيول هو متكون من ماء يرمز للحياة. يعني لو منزلي يقع في هذا المكان فحياة صاحب المنزل سيكون سعيدة جدا، لأنه لديه عوامل للحياة، وأيضا لديه عوامل لقضيته، لديه خلفية. فهذا تقريبا يعني معظم الشعب الصيني يريد أن يكون هكذا. هذه من الناحية الأولى. الناحية الثانية يعني القدماء الصينيون يفضلون أن يختار بفن تعقد مكانه لضريح أو قبر. يعني قبر لابد أن يكون في حبة مرتفعة وتشرف على تحت وتستقبل أشعة الشمس من أجل إرتاح أرواح الأموات. هذا النوعين يتكون من أكثر عوامل لفن طاقة المكان. هذا هو يعني متعلق بحياة الشعب الصيني كاملة. ظهرت في كتب صيني وأدب صيني ومسرحية صيني وأفلام صينية لاختيار أو لاهتمام بفن الفنشي يعني بزحف وكثير. ولكن أنا شخصيا ما نعرف هل هناك علاقة حقيقية ولا لا. سوف أستمع إلى خبراءنا لنقول لنا هل هذه العوامل الفن الطاقم حقيقيا سوف يساعدنا على نريد أن نستمع إليكم وإلى هنا. ويعني من أجل لغة الصيني يعني يقولوا أنا رميت طوب من أجل نستقبل واحد القطع من الذهب، والذهب منكم. شكرا. طيب نشكر سعادة المستشار الثقافي لدولة الصين عن هذا العرض القيم، وأيضا من خلال التاريخ اللغوي للفونغ شوي، وكمان يعني يمكن عرض لتاريخ لطاقة المكان في الصين وانتشارها إلى مدن أخرى سنغافورة وأمريكا وهكذا، وطاقة المكان وكيف كانت هذه الطاقة يتم استخدامها منذ الصينيين القدماء في البناء. ويمكن هنا في الحضارة الصينية في
الحضارة المصرية القديمة أصلا مثل الحضارة الصينية كان هناك أيضا هذا الاهتمام، خاصة عند البناء وبناء الأهرامات واختيار الوجهة إلى آخر كل هذه الأمور. يعني ويمكن كمان من التخطيط وتخطيط البيوت ويمكن ده هينقلنا بقى للعرض للدكتورة سهى عيد عن الفونج شوي وطاقة المكان وتخطيط المدن، يعني كيف تختار بيتك على طريقة الفونج شوي مش كده حتى تكون سعيد يعني. ان شاء الله. يلا. ومساء الخير عليكم كلكم، وانا سعيده في وجودي في دوله المغرب. وطبعا يعني مش عايزه اقول ان هي طاقه ايجابيه جميله وسماحه حلوه وايجابيه جميله جدا في الملتقى اللي احنا فيه دلوقتي، وفي ضيافه سعاده المستشار الثقافي لدوله مصر. النهارده انا جايبه لكم شويه حاجات لذيذه جدا في الفونج شوي. هتكلم على الفونج شوي اللي هو كتاريخيا. طبعا زي ما سعاده السفير الصيني قال، الفونج شوي بقاله اكتر من 4000 سنه. يعتبر الفونج شوي من اهم الحاجات الموجوده. كان قديما كانت بتورثه اسر كثيره لخدمه الملوك او الامبراطور، فكان يعامل بطريقه سريه. يمكن معظم الصينيين ما يعرفوهوش، ولكن كان منتشر جدا جدا في بعض الاسر. وطبعا ده بيشير اليه كتاب الدفن الصيني، وهو اول ما اشار اليه الفونج شوي. شيء تاني كمان، طبعا ما ننساش ان البوصله الصينيه تم اختراعها في الصين. وطبعا حاجات كتير ورموز وحفريات وجدت تدل على تواجد الفونج شوي من اكثر من 4000 سنه. فانا بسميه علم الحضارات القديمه، المعمار، الشغل اللي كنا بنشوفه في الابنيه والشغل القديم، حتى كمان الاتجاهات الجغرافيه. الاتجاهات الجغرافيه كنا دايما بنقول الحضاره حضاره شرقيه، دايما جهه الشرق هي اللي فيها الانرجي، فيها الطاقه. يعني معلش انرجي بالانجليزي، ها الانرجي بالفرنسي. بالنسبه للطاقه او مسارات الطاقه او الانرجي الرائع دايما بنلاقيه في الحضارات القديمه الجهات الشرقيه. وكان الجهات الغربيه تعتني بالدفن، هي جهه الموت او جهه الدفن. فلانها كانت تعتبر جهه رطبه، فعشان كده احنا في الحضاره المصريه القديمه كان دايما عندنا وادي الملكات او البر الغربي للدفن للقدماء. طبعا الحضارات القديمه عندنا الفونج شوي موجود برضو في الحضاره الهنديه، ولكن ليه تحت مسمى اخر وهو الباستو، ولكن هو برضو يعتني بالفونج شوي. زي ما سعاده السفير المستشار الثقافي في الصين اشار ان الفونج شوي يعبر عن كلمتين مهمين، هو الريح والماء. ليه اختاروا الريح وليه اختاروا الماء؟ لان الماء يعبر عن حركه اندفاع قوى الطبيعه، تمام، لتحريك منحوته. يعني ممكن بالميه اقدر انحت في الحجر، تمام، ممكن بالريح بنقدر نعمل منحوته ويبقى الشكل جبلي. فده كان شيء مهم جدا في تعريف الفونج شوي. هتكلم او زي ما انا قلت برضو الحضاره الفرعونيه، وطبعا كان متواجد في الحضارات القديمه جدا، وبيعتني بتاثير ومراقبه تفاعل عناصر الكونيه. يعني احنا عندنا العناصر الكونيه 5 عناصر في الفونج شوي: ميه والهواء وعنصر المعدن وعنصر الخشب وعنصر الارض. تاثير هذه العناصر الكونيه تؤثر في الانسان. طبعا الصوره الغريبه دي هي صوره بعض من المشاهير الذين قاموا بعمل المنشآت التجاريه بتاعتهم ومشاريعهم على الفونج شوي. انا عضوه في منظمه الفونج شوي العالميه، تمام، مقرها في هونج كونج. طبعا بيكون عندنا شغل لكتير من المشاهير وكتير من الناس اللي مش مشاهير وبعد كده بيبقوا مشاهير عن طريق الفونج شوي. الفونج شوي زي ما قلت علم من علوم الاسرار، حتى كمان بعض الاسر الصينيه كانت تعامل معاه بسريه تامه ويورث. لما بيجي نشتغل فيه بنشتغل فيه طبعا على حسب البيت، اذا كان بيساعد، هل البيت ده زي ما احنا بنقول بالبلدي كده فيه فلوس كتير او عتبته حلوه
ولا عتبته وحشه زي ما بنقول بالبلدي، صح؟ فحته العتبه للشيء دي مهمه جدا، ان انا او بيتك يساعدني ان هو تعمل فيه شغل حلو. ولكن مش طبعا احنا بنعمل البيت يقول لك انا عايز فلوس وعايز سفر وعايز وعايز وعايز، كله بتاع ربنا طبعا، ولكن هي كل الحكايه ان انت بتساعد في تحسين مسارات الطاقه في هذا المكان حتى تنعم بالازدهار والنجاح. وكتير قوي الثروه، وكتير قوي بتلاقي فيه خير كتير. ليه لما بتكلم على مسارات الطاقه بقول هو من علوم البركه او مسارات الطاقه الغير مرئيه؟ حد فينا شاف البركه بعينه؟ ما اعتقدش، صح؟ ما حدش شاف البركه، ولكن شعر بيها، شعر بالخير بالوفره، بيحس ان في البيت ده طاقته حلوه وحركته جميله، بيحس ان البيت ده شفت فيه ايام مش حلوه، فمعنى كده ان طاقته سلبيه. طيب هنتكلم على حاجه مهمه، دي طبعا مفاجاتي، دي بعض المشاريع تمام التجاريه في العالم التي صممت وقامت على الفونغ شوي. طبعا انا مش بعلن حاجه لان هم نفسهم اعلنوا على الانترنت، فاحنا ما نقدرش نعلن عن العملاء ابدا، ولكن اللي بيحصل بالظبط ان هم بيكونوا اعلنوا. من ضمنهم اول مطعم اتعمل على الفونغ شوي وهو مطعم ماكدونالد، تمام؟ صمم على الفونغ شوي، وهم اعلنوا من حوالي تقريبا اكثر من 120 سنه على ما اعتقد. لما بنتكلم على طبيعه نشاط اي منشاه في الدنيا او اي شركه، لان الفونغ شوي بيتدخل في المطبوعات، الفونغ شوي بيتدخل في كل شيء، المكان، اللون، الديكور. لما بتكلم على مطعم يعني طبيعه النشاط عندي ايه؟ ناري، الاكل سخن، فاكيد لازم هختار وهعتمد على الالوان الناريه، صح؟ لما بتكلم على مايكروسوفت وهو كمبيوتر وميديا انترنت وسوفت وير، يبقى انا طبيعه النشاط عندي عنصر معدني، فهشتغل على الالوان المائيه والالوان المعدنيه. دي بعض الحاجات البسيطه عن المشاريع العملاقه التي قامت على الفونغ شوي. طبعا شركات الدخان اختيار عنصر الناري او المثلث وهذا الشيء في المشاريع التجاريه الموجوده، حتى اختيارنا في المنتج زي التعامل مثلا مع اسطوانه طفايه الحريق، تمام؟ طفايه الحريق تعتبر بتتعامل مع عنصر ناري، فاكثر منتج يكون لونه احمر هو طفايه الحريق كمنتج. لو لقينا طفايه سوداء للحريق بتكون عليها كتير من المشاكل على فكره. اولا بالطبيعه ان اللون الناري سهل اني اشوفه، سهل اني الاقيه، فبالتالي بيبقى واضح في طفايات الحريق اكثر من اللون الاسود. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا جدا. احنا عندنا الفونغ شوي، المدرسه اللي انا تعلمت فيها وهي ذا تشاينيز فورم سكول، المدرسه الصينيه التقليديه، هي المدرسه الام التي تعلمنا فيها وبنشتغل فيها على المشاريع الكبيره والمشاريع العملاقه. مش انا بس، لا، انا وناس كتير من كل انحاء العالم، يمكن انا فقط من يعني العربيه الوحيده معاهم، ولكن بنقوم على الشغل بالتشاينيز فورم سكول او المدرسه الصينيه التقليديه القديمه، هي دي اللي بتقوم عليها المشاريع العملاقه. طيب بالنسبه للتشاينيز فورم سكول احنا بنستخدم زي ما احنا شايفين هنا البوصله الصينيه، تمام؟ بنستخدم النجوم الطائره، وهي بعض الحسابات البسيطه يمكن بعض العلوم العربيه تطرقت اليها، وهو ارقام معينه. يمكن انا بقول لكم اسرار الايام دي، تمام؟ بما اني عربيه بحب الوطن العربي كله يستمتع بالاسرار ولكن هي تعتبر بعض الارقام وحسابات تقوم على الاتجاهات الجغرافيه للبناء، على مسارات الطريق، حتى مسارات الطريق بنشوفها اذا كان مسار مظبوط يتفتح فيه باب المشروع ولا لا. كل الحاجات دي كلها والاتجاهات الجغرافيه، وحتى عمر البناء، عمر البناء بيترجم الى رقم، والاتجاهات الجغرافيه تترجم الى رقم، كل شيء يترجم الى ارقام
وبتتم بنشوف اذا كان في انرجي قوي في هذا المسار او في هذا المكان هو اللي نخليه مثلا يكون في طاقه عاليه بتخلي الشركه او المنشاه التجاريه تقفز. تمام؟ طبعا اختيار المكان مهم، لان ممكن يكون المكان نص نص، ممكن مكان قوي، ممكن مكان احنا نقويه اكثر عن طريق فتح باب من ناحيه معينه، فتح باب من طريق تاني، اختيار مكان معين للاجتماعات، اختيار مكان معين لمكتب المدير، وهكذا. تاني حاجه تشاينيز فورم سكول، هي المدرسه الام زي ما احنا قلنا، لان كانت تعتبر طبعا معروفه، الصين كانت معروفه بالتوابل وبلد الحرير والتجاره، فكان في كتير جدا من الاوروبيين والاجانب كانوا بيعيشوا في الصين علشان التجاره وعلشان الحرير وعشان المنتجات الجميله اللي هناك، فبتقوم عمليات التبادل التجاري. فخلال عيشه الاجانب او الاوروبيين وهم الويسترن عاشوا في الصين، تمام، فشبعوا بالثقافه الصينيه شويه، فتعلموا بعض حاجات بسيطه عن الفونغ شوي ونقلوها معهم الى حضارتهم. يعني في ناس اتعلمت وراحت امريكا، في ناس اتعلمت وراحت ماليزيا، في ناس اتعلمت وراحت الهند، في ناس اتعلمت مثلا وراحت كندا، وهكذا. ولكن التعلم من الثقافات القديمه دي بيكون تعلم قشور، زي ما كتير قوي مننا بيروح دوله اخرى بيتعلم بعض المأكولات وبيطبقها في بلده، ولكن الحقيقي في شغلنا كمشاريع تجاريه او مشاريع عملاقه او مشاريع كبيره بيتم عن طريق The Chinese Form School او المدرسه الصينيه التقليديه التي تقوم على النجوم الطائره وبتقوم على البوصله الصينيه، وطبعا البجوه وبعض الحسابات. هوريكم هنا برضو البوصله الصينيه بتاعتي. دي البوصله الصينيه، دي يعني نموذج ليكم. ده الشغل اللي بيتم بيها. طبعا هي بوصله زي البوصله العاديه، ولكن البوصله دي ساعات بتكون ذهب خالص ساعات برصها بالالماس، لان الشغل فيها وهي طبعا من الحاجات الغاليه جدا اللي احنا بنستعملها. اسعارها تتراوح، يمكن بتبتدي اقل بوصله بتبتدي من $1000. تمام؟ طبعا كل التشاينيز الماسترز عندنا كلهم كانوا بيستعملوا الحاجات دي. بيبقى فيها ميزان ميه، نقدر نقول الاتجاهات الجغرافيه بتقسم الى 3 اتجاهات. لزوم للدقه، لازم تكون دقه متناهيه جدا. الشغل بتاعنا لا يتحمل اي غلطه، عشان كده المشاريع الكبيره اللي بتقوم مش عليا انا لوحدي، لا، بيكون معايا زيي حوالي 7-8 اشخاص من جميع الدول الاخرى. عايزه اقول ان هو العلم شويه ده كان مقصور على بعض الناس، ما كانش مقصور على الناس كلها، بس بعد كده لما فتحت الثقافات الاخرى تعلمنا في دول العالم الكثير من هذه الثقافه او الفونغ شوي. بالنسبه للمدرسه الغربي، هي مدرسه سهله كده، خفيفه لطيفه، دمها خفيف، اي حد بيقدر يتعلمها ويجربها على بيته، وفيها بعض الحاجات من المدرسه الصينيه القديمه وليس كل شيء طبعا. دي هنا البوصله الصينيه، دي بعض اشكال النجوم الطائره، دي تعتبر الفلاينج ستار، تمام، بتاع البيوت او النجوم الطائره. ازاي بيتم حسابها؟ لما بيكون عندنا بعض الحاجات اللي بتدي انرجي عالي، وطبعا انا قمت بعمل بيوت كتير من المشاهير والفنانين في مصر وخارج مصر و في دول كتير قوي. دي العناصر الكونيه اللي احنا بنتكلم عليها، وهي عنصر النار، عنصر الخشب والميه. يعني ايه؟ يعني لما يكون عندي 5 عناصر كونيه، ال5 عناصر الكونيه دي مؤثره جدا. انا هقول لك كلمه واحده، الكون فقط مكون من 5 عناصر كونيه. يعني ايه؟ عنصر الميه يعني الماء والبحار والمحيطات والانهار والمطر والمياه الجوفيه، يبقى انا ده العنصر الكوني الماء. العنصر الكوني الثاني وهو الخشب، ويعني كل الزراعه والنباتات والاشجار وكل شيء في الطبيعه نبات يزرع، شجر، غابات، تمام. العنصر الثالث وهو النار، سخونه الحراره
الجهات الجنوبيه، الشمع، الحاجات اللي بتديكي طاقه او بتديك طاقه ناريه في الكون. عنصر الارض وهو عنصر ايه؟ عنصر الارض اللي هي الارض الطينيه، الارض الحجريه، الارض الرمليه، دي عنصر كوني اخر. واخر عنصر وهو عنصر المعدن، تواجد المعدن في الطبيعه وفي الارض تحت الارض، تمام؟ يبقى الكون فقط مكون من 5 عناصر ولا لا؟ هل اغفلت عنصر اخر؟ لم اغفله. يبقى احنا عندنا في الفeng shui 5 عناصر كونيه. لما يكون عندي علاقه مثمره جميله انسيابيه، بيبقى الكون ماشي مظبوط كما اراد له الخالق. يعني الميه بتسقي الشجر عشان الشجر يزيد ويترعرع وينمو، تمام؟ ولما الشجر بيزيد بقدر احرق الشجر بفعل النار، تمام؟ فبيتكون عندي الرماد اللي هو رماد الارض، فبتكون عندي الارض. بفعل تعرض الارض لدرجه حراره عاليه بتولد ايه؟ المعادن. وبيرجع بعد كده المعدن بيحافظ على تواجد الميه في التربه. يبقى انا عندي علاقه كونيه كما اراد لها الخالق ولا لا؟ تمام. دي لما يكون عندي علاقه ما بين العناصر الكونيه بتدي طاقه قويه جدا في المكان. يعني لما اجي احط في الديكور بتاعي، انا لا افضل اطلاقا، او احنا كفونغ شوي لا نفضل اللون الاسود الذي يعبر عن الميه مع اللون الاحمر مثلا. بيبقى فيه مشاحنات كتير بتحصل في المكان لما بحط لون ناري مع مائي. ليه؟ لان الميه بتطفي النار، فبالتالي احنا الالوان الحمراء والسوداء مع بعض مش مفضله في الديكور. لكن الاحمر مع الاخضر ماشي، الابيض مع الاسود ماشي، وهكذا. طبعا انا مش هتكرر كتير لهذا الموضوع، ولكن هتكلم على المعمار. معمار زمان، ايام زمان، الارشات، ها بنقول عليها ايه هنا؟ الارشات، الاقواس، بالظبط. الاقواس بنلاحظها جدا في المعمار القديم والحضارات القديمه، من اجمل الاشياء اللي بتحافظ على مسارات الطاقه. يعني احنا في الفونغ شوي لا نفضل المسارات المندفعه. اي شيء مندفع مدمر، تمام؟ اي شيء ذو خطوط مستقيمه يعتبر شيء موجه ومدمر. فبالتالي لما يكون عندي بعض الابواب اللي هي فيها مداخل بحب ادخل انرجي عالي وطاقه عاليه على المكان، ببتدي اشتغل ارشاد. تعالوا نفكر مع بعض كده اللحظه، مين لما بيروح مثلا الكنايس او المعابد او الجوامع بيحس بطاقه روحانيه عاليه؟ ليه؟ علشان الاقواس، الارشاد، الانسياب في الطاقه. فده كان المعمار القديم. في الصوره هنا الاخيره اللي تحت بنشوف قد ايه في انرجي، في طاقه جميله. الطاقه دي غير مرئيه، لفه دائريه جميله. كل ما يكون عندي مسارات طاقه دائريه بطريقه انسيابيه حلوه، يبقى انا معنى كده عندي ايه؟ يبقى انا عندي طاقه جميله تسمى التشي، تمام؟ تشي في المكان لطيفه تديني مسارات، بعكس ما يكون عندي الطاقه مستمره وموجهه. تعالوا بقى نتفرج على مدينه رحتها حلوه قوي جميله، شفشاون. قضيت فيها يومين جمال جدا، حلوه، تمام؟ شفشاون من مناطق الجذب القوي الرائع اللي معموله على الفونغ شوي، بس بقديم الازل بصراحه. اختيار اللون الازرق كان موفق جدا من ناحيه الفونغ شوي. ليه؟ احنا عندنا حاجه جميله جدا تسمى الجبل، زي ما قال المستشار الثقافي الصيني، ان هم بيهتموا ان الجبل يكون في الظهر، في الخلف، دعم، سبورت. لما اكون قاعد، تخيل معايا كده المدير لما بيكون قاعد وراه حيطه صلبه، او الكرسي اللي قاعد عليه ليه حائط صلب، تمام؟ بتدي نوع من القوه والدعم والامان للمكان، مظبوط؟ حلو. يبقى انا حققت السبورت بالدعم وهو الجبل. حققت على اليمين بعض الجبلين، في جبل واطي شويه وفي جبل اعلى. المنظومه دي والانرجي الحلو محتاج ايه؟ ميه، صح؟ ليه؟ لان انا عندي الجبل كثافه اللون الاخضر على الجبل مدي طاقه الشجر اعلى من طاقه اي طاقه اخرى. لما يكون عندي اللون الاخضر قوي بهذا الشيء ونسبته قويه، ببتدي احط عنصر ميه. والميه دي بالفطره القدماء جات لهم بالفطره الجميله اللطيفه لاختيار اللون الازرق.
فاتمنى دائما عند حضوري لشبشاون ان المكان كله يكون ازرق، ما يكونش فيه بعض الابنيه زرقاء والاخرى بيضاء والاخرى الوان تانية، لا، نحافظ على جمال وطاقه المكان في هذه المدينه. ده بالنسبه لطاقه المكان. انا جبت شكل معين فقط من الفونغ شوي في الصين علشان نقدر نقارن ما بينه وما بين الاخرى. هنا شكل الانرجي بتاع المكان، ازاي احنا بنتكلم على مسارات الطاقه المندفعه. طبعا لما يكون عندي مسار طاقه مندفع، لو انت عندك محل تجاري اوعى تفتح الباب الاخير وفي باب ورا على نفس الاستقامه. حتى لو عندك بيت بلاش الباب الخدمي يبقى مقابل الباب الرئيسي، ده بيعمل اندفاع لمسارات الطاقه. هتلاقي ان انت مش هيجيلك زباين، هتلاقي طاقه المكان راكده، هتلاقي ان الانرجي متوقف. حلو. هتيجي تقول لي انا المكان مش مرتاح ومتضايق والكلام ده كله، لان في احد العوامل الخاطئه وهي ان انت فتحت مسار طاقه لاتيان بشيء مندفع، وهي طاقه اندفاع قويه. فناخد بالنا جدا ان لازم يكون عندي زي بيلر او بارتيشن في النص يوقف اندفاع مسارات الطاقه القويه التي لا ترى بالعين المجرده ولكن تشعر فيها. نبص مثلا هنا زي مسارات الطاقه المختلفه تانية برضو. الانرجي، الشيء الدائري مفضل، الابواز غير مفضله. البوز يعني ايه؟ كيرف غير مفضل، الشيء اللي فيه نتوءه في الاخر غير مفضل. افتكروا دايما الابنيه القديمه وانسيابيه الطاقه في المكان. فده الانرجي. نشوف الصوره اللي فوق. عندي هنا كان قبل تحس المكان ميت، مع ان الاضاءه هنا واحده، صح؟ الاضاءه واحده، ولكن اختلفت الاشياء الموجوده عن طريق تواجد بعض الالوان اللي ادت روح حياه للمكان. المرايه دائما تواجدها في المكان علاج، ولكن بشرط انها ما نشوفش منها شيء قبيح. يعني ما تعكسليش باب حمام، ما تعكسليش باب اطلاقا، تمام؟ ما تعكسليش سلم، ما تعكسليش شيء مش لطيف. ممكن في المثال هنا تعكس لي ايه؟ تعكس لي صوره، لوحه فنيه جميله. هنا الاضاءه واحده لم تتغير تماما، ولكن الاضاءه اختلفت وتغيرت او المكان بفعل الالوان. ادينا الوان هاديه، الوان انسيابيه، ادت طاقه وحياه للمكان. هنا بعض المشاريع التجاريه او الشركات برضو للموظفين ازاي في انرجي او في انسيابيه في مسار الطاقه وعدم الركود. الركود مهم ان انا يكون عندي شيء متحرك بسيط. الطاقه اللي احنا كنا بنقول عليها زمان لما احنا انسياب الطاقه او مسارات الطاقه، انتوا عارفين ان احنا مهم قوي قبل ما ننام على السرير نحرك ايدينا؟ مين بيعملها؟ انا ما اتعلمتهاش الا في الصين بصراحه. قبل ما بحط جسمي على السرير لازم بحرك ايدي على السرير قبل ما انام. دي تحريك للانرجي لمسارات الطاقه الموجوده. نفس الشيء المسارات اللي احنا بنشوفها. بالنسبه للابواس، تمام؟ الابواس بتاعه الابنيه، صح؟ اي بناء في الدنيا بيبقى فيه بعض الحاجات اللي هي بنسميها احنا حاجه وحشه مش لطيفه، تشارتشي. ناخد بالنا جدا ان البناء ما يكونش او باب البيت ما يكونش قدامه شيء يوجه مسارات الطاقه للاندفاع تماما. يعني مثلا انا بتاعت فونغ شوي، لو انا بيتي قدامه فيه بوز يوجه مسارات الطاقه باندفاع نحو منزلي، لا مش هقعد، همشي او هغير باب البيت. ده مهم جدا. ليه؟ لان انا مش عايزه احس بالقلق، احس بعدم الراحه. برضو وجود في بعض الامثله البسيطه. طبعا احنا عارفين المفروض البيت ما يكونش جنب اي طاقه قويه للكهرباء او المجال الكهرومغناطيسي او الهوائي. طبعا المستشفيات، الناس اللي بتحب تسكن جنب المستشفيات وبتقول بقى يعني هتبقى كويسه انها قريبه مني، خطر وخطا، لان انت بتسحب اكبر قدر من الانرجي المخيف اللي هو الناس المريضه التعبانه. وغير كده احنا كده مش عايزين نفول على نفسنا، صح؟
نيجي تاني هنا برضو للمدافن والحاجات دي كلها والابواس، ناخد بالنا جدا 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 من عدم تواجدها امام المنزل. ده بيت كنت انا شغاله فيه في لندن، تمام. البيت ده كان عنده مشاكل جامده جدا. بعض الاوقات بنروح بعض المنازل ما بنشوفش اصحابها اطلاقا، مش عايزه اقول لك ما بنشوفهمش، ما نعرفهمش. احنا بيقولوا لنا في بيت انزلوا خلصوه وفي كذا وفي مخطط وفي الكلام ده كله، ما بتشوفهمش. ولكن انت بالفلاين ستار والاتجاهات الجغرافيه بتقدر تعرف كل شيء عن البيت. لو في خلافات زوجيه بتبان، لو في مشاكل ماديه بتبان، لو في فلوس قليله او خسائر بتبان، لو في مرض عند الزوج او عند الزوجه بيبان. البيت ده كان باين كتير قوي. عندنا حاجه اسمها هيل دور او باب الجحيم في الفون شوي. بيجي بعض الاوقات في فلاين ستار ما بيبقاش مناسب ان انا يكون عندي زوايا، باب زاويه. باب الزاويه ده غير مفضل اطلاقا، وخصوصا لما يكون مواجه للباب الخارجي. فطبعا بيتم تعديله، ناخد بالنا من الشكل انه بيبقى عامل زي البوز، فما بيبقاش لطيف ابدا. ده برضو بيت تاني في مصر، اول ما بتفتح الباب بتلاقي الشيء ده موجود قدامك. فطبعا الابواز دي او الكيرف، تمام، بنقوم بنحط شيء معين مثلا زي فاز او شيء، بحيث ان هو البوز ده ما يكونش متواجد، لان دايما ده بيعطي اثار سلبيه جدا. احنا دايما بنقول عليه تجمع للهامه، للاشياء اللي مش كويسه، للباد انرجي او الطاقات السلبيه، فناخد بالنا منها جدا. طبعا الصبار، انا بقى زعلانه ان احنا اكتسبنا شيء جديد وغريب. الصباريات دي احنا خدناها من الويسترن، تمام، من الدول الغربيه والغرب الامريكي والصحراء الغربيه والمكسيك. ليه احنا اخدناها؟ ما كانش عندنا صبار زمان. كنت في ندوة في جامعة القاهرة وقلت إن الصبار لا يفضل تواجده في المنازل، فالناس هجمتني جدا. قال لك الصبار ده خلقة ربنا. قلت له برضه الصرصار والصرصور والفار خلقة ربنا. فناخد بالنا جدا إن إحنا برضه الصبار لأنه لا ينمو إلا في الأماكن المهجورة، الأماكن اللي ما فيهاش روح. بيطلع لوحده كمان، لو أنت عندك بيت وسبته بيطلع لوحده، فناخد بالنا جدا منه تماما. الصباريات، كل انواع الصباريات، حتى هذا النبات. اسمحي لي، وين في فوائد؟ انا عارفه انه في فوائد، انا عارفه ان في فوائد ان احنا بيتحط دواء، تمام، فوائد ان هو بيتحط جنب الحاجات للكهرباء. ولكن احنا كفونغ شوي القديم لا نفضل تواجد الصبار في الاماكن التي فيها حياه. ليه؟ لو انت عندك كمبيوتر وهيسحب الطاقه، انا عندي احجار، صح؟ الاحجار الطبيعيه بتاعه الارض ممكن تسحب الطاقه وليس الصبار. النبات الورقي مفضل، جميل جدا، يانع، ورد، زرع، شيء جميل. كل ما هو جميل اجذبه ليك، وابعد عنك الشيء الغير جميل، الشيء الشوكي اللي يخوفك ان انت ممكن تقع تتشوك. ليه اخاف؟ لازم يكون مكاننا وطاقة بيتنا ما يكونش فيها خوف أو قلق أو شيء مش لطيف. فدي مهمة جدا يا جماعة. وأنا مش هطول عليكم، أنا عندي حاجات كتير، بس إن شاء الله تتقابلوا معايا في الندوات. وإن شاء الله أنا هيبقى عندي أول أكاديمية في المغرب في الدار البيضاء، وأتمنى إن أنا أشوفكم إن شاء الله قريبا. فمش هطول. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة سهى. شكرا دكتورة على هذا العرض القيم، يعني من خلال فونغ شوي ويمكن التطبيقات العصرية اللي احنا يعني شاهدناها مع حضرتها من خلال المشاهير واستخدامهم للفونغ شوي، وان هو علم من علوم الاسرار، واستخدام ايضا البيوت التجارية، المطاعم والشركات لهذا الفن، لهذا العلم. وكذلك ايضا يعني استخدام الارقام، يعني الارقام ودلالاتها في الفونغ شوي. يعني هناك ارقام تجذب يعني السعاده او تحفز، او ويمكن العكس كمان، ان في ارقام تعمل العكس، الطاقه السلبيه. يمكن احنا في المعتقدات بتاعتنا عندنا الرقم 13 خاصه لما يقع مع يوم الجمعه، يعني
التشاؤم. فده ممكن يبقى الطاقة السلبية دي، يمكن برضه هيبقى من الأسئلة المطروحة بإذن الله بعد نهاية العروض للمناقشة، وأيضا العناصر الكونية والعمارة والأقواس واستخدامها في دور العبادة، والمدن زي شفشاون والحفاظ على اللون الأزرق. عرض قيم للدكتورة سهى عيد، وأيضا عتبة البيت. من طاقة المكان هننتقل أيضا، ما زلنا في طاقة المكان، ومع سعادة الأستاذ الفاضل المحترم الأستاذ أبو شعيب الشوفاني، ونتكلم أيضا عن طاقة المكان. واحنا يمكن في منذ لحظات يعني واحنا في المكتب تحدثت مع سيادته، وهو قال ان يعني انا عرفت من خلاله ان مصطلح طاقة المكان بيرجع الفضل لحضرتك. نعم شكرا. اتفضل استاذ. شكرا استاذي العزيز الدكتور يحيى طه، المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية. كما أشكر كل من السيد صخر الشي يوان، المستشار الثقافي لدولة الصين بالرباط، وكذلك الأستاذة هيجيت كوربير باحثة في الفونغ شوي بفرنسا، وكذلك الأستاذة حسنى طافح أخصائية في علم طاقة المكان بالمغرب، طبعا الأستاذة سهى عيد التي أشكر كثيرا لحضورها مؤتمر الوطني الأول الذي انعقد بالباراسيكولوجي الذي انعقد بمدينة تسمور. سعيد جدا بتواجدي هنا في هذا المكان. حقيقة هذا المكان به طاقة إيجابية كبيرة ويمكن الإحساس بها. لدي هنا هذه الأوراق، هي الفصل 18 من كتاب التفسير العلمي للظواهر الخارقة، والذي كتب مقدمته العلامة الأستاذ المحجوب المزاوي المتواجد معنا هنا. فقد أشرت في كتابي هذا إلى الأماكن سيئة الطاقة، طاقة المكان السلبية والعلاقة ديالها بالتوتر، التجارب والأبحاث التي تؤكد تأثير المناطق السلبية على الإنسان، الأماكن الممتازة ذات الطاقة الإيجابية، الطاقة المتبقية من الإنسان ريجيديال إنرجي، تغيير المكان وماذا يحدث عند تغيير المكان، تحديد خاصية المكان، كما أن هذه الحقيقة يعرفها القليل أن لكل بلد دبدبة معينة. حالة بعض المنازل سيئة ذات الطاقة السيئة وما يحدث فيها من خصام وجدال وجرائم إلى آخره، أي أن الطاقة السلبية للمكان موجودة. يعني أنا أرى أن هذه المواضيع كلها هي كثيرة بالنسبة لنا في هذا الوقت، لأن الوقت محدد عندنا. فأنا سوف أتحدث عن الأماكن الممتازة ذات الطاقة المفيدة. إن الأماكن الممتازة هي التي توجد فيها الأيونات السلبية، تسمى الأيونات السلبية بكثرة، الشواطئ والجبال وجميع الأماكن التي يشعر الإنسان فيها بالراحة، لأنها تذهب التعب والإرهاق، حيث أن قضاء بعض الوقت في مثل هذه الأماكن التي تزيد من حيوية الإنسان ومن توازن طاقته وتجعله يركز في التفكير بأشياء معينة، وذلك لوجود الأيونات السالبة المفيدة له. فبعض الأماكن قد تكتسب هالتها قوة بفضل أعمال الخير. أنا عندي تجربة أن هناك بعض الأماكن التي اكتسبت هالتها قوة بفضل أعمال الخير والبر، والتي مرت فيها أو يعني شخصيات يعني ذات صلاح وتقوى
يعني كالزوايا والأضرحة إلى غير ذلك، أو تليت فيها آيات من القرآن، أو بفضل قوة صاحبها، أو بمرور الأخيار من الناس بها. فكثيرا ما نجد بعد من أصيبت هالتهم بالسوء لا يرتاحون في بعض هذه الأماكن. وعلى سبيل المثال كان والدي يقوم بأعمال خير من هذا القبيل، وكان يتخذ منزله زاوية، وكانت هذه الزاوية لا تدخل دائما من عدد من الضيوف من أهل العلم والصلاح والتقوى، وأيضا من عدد من الناس من مختلف المشارب صغر شأنهم أو كبر. ومع مرور الوقت اكتسب هذا المكان وأصبحت نورانيته مشعة يحس بها ويلمسها كل من دخل هذا المكان رغم بساطته الشديدة في الهندسة، ويشهد بهذا عدد كبير من الناس. قلت أن الأخيار من العلماء والأولياء والصالحين مروا بهذا المنزل. وفي سنة 1993 زارني الفنان الأمريكي الكبير المستر جون هاوسر، وهو أحد مشاهير الفنانين الأمريكان في ميدان النحت والرسم، وبالضبط من مدينة باسو بولاية تكساس. وحينما وجد نفسه داخل هذا المكان عبر عن إحساسه الشديد بوجود سر بهذا المنزل. كذلك أن المنازل تكتسب طاقة أصحابها، يعني أن الإنسان إذا كانت أخلاقه شريرة فإن المكان يصبح شريرا أيضا، وإذا كان خيرا فإن المكان يصبح خيرا. ونحن نعلم أن بعض الأماكن تحدث فيها جرائم أو كوارث، فتبقى تلك الأمكنة يعني محتفظة بذاكرة بهذا الخصوص. لي يعني تجارب ميدانية، وأريد أن إن شاء الله في المستقبل أن أثبت بعض التجارب، يعني أرى خاصة لقياس طاقة المكان، وهذه سوف أستعملها في بعض يعني في بعض أبحاثي. ذلك أنني كنت في الدار البيضاء ولا أريد أن أحدد المكان بالضبط، فرأيت أشجارا يعني معوجة في جانب، وفي الجانب الآخر نفس الأشجار مستقيمة. فعلمت حين ذاك أن هناك طاقة سلبية وطاقة إيجابية في الجانب الآخر. وحينما سألت بعض أصدقائي من سكان هذا الحي عرفت السر، ذلك أن الأرض التي بها توجد بها مجموعة من الطاقة السلبية المسببة في الجرائم وفي يعني قلة التربية وإلى آخره، هي أرض مغصوبة. قد سبق لي أن كتبت يعني في صفحتي على الفيسبوك دبدبات المال الحرام. دبدبات المال الحرام، أي أن المال الحرام علميا يعني نحن فدبدبات المال الحرام يعني لها تأثير قوي على شخصية الإنسان، حيث تصيب الإنسان في أولاده وذريته وفي صحته، وهذه أشياء ثابتة علميا. فكذلك لي تجربة أخرى، وهي طاقة المكان والعلاقة ديالها مع الدي ان اي، العلاقة ديالها مع المورد الجيني. أنا لي إن شاء الله سوف تكون لهذه لدراسة بهذا الخصوص علاقة طاقة المكان بالمورد الجيني بالدي ان اي. لماذا؟ لأنني أنا أشرف على ضريح من أكبر الأضرحة بالمغرب، وهو ضريح أبو شعيب السارية. فأنا ألاحظ
زوار هذا المكان الطاهر كيف يتشافون وكيف يدركهم العلاج. وقد قضيت أكثر من 26 سنة في هذا الولي، يعني فكرت كثيرا كيف، وبما أنني أستند على معلومات أخرى عرفت أن شكل المكان